بسم الله الرحمن الرحيم. معكم خالد في اسيست فيفو وفيديو جديد، ومعانا حالات في مباراة الاهلي وسموحة اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. بدأ الاهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي، محمود متولي، محمود عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، احمد عبد القادر، لا برونو سافيو، احمد عبد القادر على الشمال، قدام محمد شريف، على اليمين كريم فؤاد. بتبدأ المباراة بضغط عالي من الاهلي، لكن ضغط سلبي، ضغط سلبي جدا. ليه سلبي؟ مفيش اي خطورة. هنا اول هجمة معانا برونو بيلعب واحدة لكريم فؤاد، بيلعب واحدة لكريم فؤاد بينية حلوة جدا، لكن كريم فؤاد بيستلم الكورة. هم، لو استلمها كده ولعبها وريحها لعبد القادر المتأخر جدا. عبد القادر في اكتر من لعبة متأخر جدا. طبعا كريم فؤاد وقف وبيحاول يستلم لكن مفيش. هنا عمرو السولية عايز يسدد. طب يعني سدد، سدد في الجون، سدد خليها خطيرة، او العب عرضية الناحية التانية في الحتة الفاضية دي. مفيش، قلة حيلة بطريقة غريبة. طبعا الكرة طلعت بره خالص، هجمة ملهاش اي لازمة. معانا هنا متولي، محدش ضاغط عليه خالص، في اكتر من زاوية للتمرير الا دي، الا دي يا عم. متولي بيلعبها لفريق سموحة. مش عارف اعلق بصراحة، مش عارف اعلق. طبعا اللعيب بياخدها وبينطلق انطلاقة قوية جدا، يعني اللي يغيظ ان محدش بيقابل. بصوا الراجل ماشي ازاي، بصوا البنية هتتلعب ازاي. طبعا بينية راح وكمل وفيها وداس، ووصل لمرمى الشناوي، ودي طبعا لو تسديدة كويسة جون، لكن الشناوي طلع قفل عليه. لو لعبها عرضية بالمناسبة على شماله جون، جون. الشناوي طلع قفلها عليه خالص، برافو محمد الشناوي. بالظبط كده، بالظبط كده. هنا حالة غريبة جدا، حالة محمد عبد المنعم، برضو محدش ضاغط عليه خالص ولوحده خالص. يعني ممكن يلعبها للشناوي، ممكن كان يلف ويلعبها لعلي معلول هناك. بيقع وقعة غريبة جدا، وفي حتة حظه الجيد انها اتطرفت، الكرة اتطرفت. دي لو في مواجهة الشناوي برضو هدف، هدف محقق جدا يعني. حاجة غريبة جدا من محمد عبد المنعم الحقيقة. هنا محمد شريف بيدي واحدة لعبد القادر. ايه التصرف اللي ممكن يتصرفه في حاجة زي كده؟ ده واحد مهاري، ده لعيب مهاري، كان مصنف من افضل اللعيبة المهارية في مصر، المفروض يفيدني. مفيش اي فايدة الا الكورة بتتقطع بسهولة جدا من احمد عبد القادر. دي اسمها حنكشة. يعني اعمل اي حاجة، عرضية طلعت بره تتشاط. هنا في كورة لعمرو السولية، لمحمد شريف، كورة بينية جميلة جدا، لكن محمد شريف مش هجام، ومفيش مهاجم في الاهلي هجام. يعني ايه هجام؟ يعني ادخل بسرعتي واحجز على الكوره واخلي المدافع في ظهري واروح وادوس عليه واروح، لكن طبعا المدافع بيخش والهاني بيطلع، وقصص كبيره قوي كده. هنا حاله لا مبالاه من الضغط والتركيز. مفيش ضغط، مفيش تركيز. اللعيب بيستلم براحته وبيعدل وبيغير ملعب، وكوره بالونه. يعني هتشوفوها دلوقتي، كوره بالونه، بالونه دي يعني اللعيب عنده وقت المدافع ان هو يطلع يقطع او ياخدها. ولعيب سموحة بيروح يلحق الكورة وبيعمل عرضية، عرضية خطيرة لو اتلعبت صح، او لو في لعيب قطع على القريبة، قطع الكورة، ممكن يعمل قلق، ممكن ياخد منها ضربة جزاء. هنا حالة فاول للأهلي، المفروض يكون خطير للأهلي مش خطير على الأهلي. هتقول ازاي خطير على الأهلي؟ اتفرج بص، الكرة بتتلعب سيئة جدا، بيشتتها دفاع سموحة. شفت المنظر ده؟ عشان كده بقول خطيرة على الأهلي. رباعي منطلق انطلاقة يعني سهم، سهومة، سهومة بتجري. عملوا الهجمة في ثواني. طبعا الشناوي طلع خلصها. الشناوي في الماتش ده جيد جدا جدا جدا. لو الشناوي ما طلعش انفراد طبعا جون كالعادة. هنا برضو هجمة عادية جدا، يعني اللعيب بيعدي من علي معلول او عبد القادر في الحتة الشمال دي، وبيعمل عرضية في منتهى الخطورة.
في منتهى الخطورة، عرضية في منتهى الخطورة. طبعا محمد هاني كلنا عارفين بيعمل ايه، اضرب واتس واتس، وبتروح واللعيب المهاجم بيبقى في مقابلة محمد الشناوي، لكن الشناوي بيطلع طلعة كويسة جدا، بيمنع عنه زوايا التسديد، والجمهور مؤازرة غير عادية حقيقة يعني. الجمهور في المباراة دي حاجة محترمة. هنا تسديدة من السولية، يعني انا مش فاهم ايه الفكرة ان انا اشوط تسديدة مش هتوصلني للمرمى ولا هعمل منها اي خطورة، بعيدة جدا بعيدة جدا. دي هنا بينية طويلة من روايح موسيماني، كان بيلعب كرة عرضية كده، كان بيلعب كرة طولية كده بتوصل للمهاجم 10 على 10. هنا كريم فؤاد برضو يا يستلم يا يريحها لعبد القادر المتأخر. عبد القادر دايما متأخر في الحتة الشمال دي. هنا برضو بينية، نفس اللعبة بتتلعب طولية، برضو عارفين عبد القادر مش موجود. عبد القادر هنا برضو مش موجود، لعيب كسول جدا جدا جدا. وكريم فؤاد كان عنده تصرف اي حاجة الا انها تطلع بالمنظر ده، مش ممكن يعني. هنا في الموقف ده يعني لعيب بينطلق بالكورة وكله عمال يتفرج، محدش بيقابل ولا يفسد الهجمة. اللعيب راح بيها من من الجناح لنص الملعب لل 18 بتاع الاهلي، ولا اي حد بيقابل ولا حد يقول له رايح فين. وبتتصلح لتسديدة خطيرة اهي، بتتحط اهي قدام، تسديدة خطيرة. لكن الشناوي موجود وحاضر. هنا بينية لمحمد شريف، بينية لمحمد شريف، غمزها للجون، غمزها للجون او بالعرض. لكن مين؟ طبعا هنا كالعادة مفيش حد بيخش يكمل. هنا بنشتت الكورة، دفاع الاهلي بيشتت الكورة لكن مش عارفين نشتت، وسموحة بيضغط على لاعبي الاهلي. ايه اللي بيحصل؟ بنشوف لاعب مش بينفرد بلاعب، لا ده في 2 لعيبة بيخشوا عليه. لقطة غريبة جدا برضو يعني اهي، يعني 2 تتاخد، 2 لعيبة من النادي الاهلي ياخدوها. لا الراجل ده يعني حرفيا بيهين جبهة كاملة، بيهين جبهة كاملة بصراحة يعني. واللي جاي ده برضو بيعمل تاكلينج، برضو عدى منه، لولا انه توازنه اختل كان كمل بيها وعمل هجمة في منتهى الخطورة. اهو يعني هجمة في منتهى الخطورة لو كان كمل. هنا الشناوي مش لاقي زوايا تمرير، فالراجل بيلعب طولية. ايه اللي بيحصل؟ لاعب سموحة بيسبق وبياخدها، وبتبقى هجمة خطيرة لسموحة اهي، يعني بيروحوا. وبعدين عددهم بيزيد، عدد لاعبي سموحة بيزيد، يعني بقى الشغل بتاع يقول لك ايه ده طارق العشري بيدافع، لا عدوا معايا كام واحد في الصورة اهو قدامكم اهو. اتلعبت عرضية مش كويسة لكن عرضية خطيرة. طبعا بينتهي الشوط الاول في اداء سيء جدا من لاعبي الاهلي، اداء سيء جدا من لاعبي الاهلي الحقيقة يعني. يبدأ الشوط الثاني الكرة في استحواذ النادي الاهلي، لكن بتتلعب بغرابة للاعبي سموحة، اللعيبة بترمي الكورة. طبعا بعد كده بتتقطع، لكن الكرة في استحواذك ليه تخسرها؟ بعد الهجمة دي اتقطعت. هنا احنا بنبدأ هجمة وفي زوايا تمرير كتير، ليه اخسرها والحارس يمسكها بالمنظر ده؟ مش عارف. هنا انطلاقة لسموحة لكن عبد المنعم موجود وبيخلص. عشان ايه؟ عشان يورط علي معلول في اللقطة اللي هتشوفوها دلوقتي دي.
اهو الراجل قطع كويس جدا وحضن على الكوره وقطع وتمام. شايف واحد منطلق ورا علي معلول، بتلعب له ليه؟ بتورط ليه علي معلول؟ طبعا كانت خطيره جدا على دفاع الاهلي. اهي بتحصل، اهي الهجمه بتروح اهي برضو، ده لو لعبها كده بسويرف صغير كده ورا المدافع اللي قدامه ده هيبقى انفراد. لعبها ايه بالعرض بالمنظر ده، انفراد. دفاع الاهلي خلصها بعد كده، لكن يعني هنا عبد القادر نيمار. اه نيمار مهاري. طب انا المهاره فادتني بايه؟ انا كمشجع للنادي الاهلي المهاره دي فادتني بايه؟ وانت خدت الراجل من هنا وجبته هنا، وبعدين اساسيات الكوره بقى. اساسيات كره القدم ايه؟ بيلعب عرضيه بتروح في رجل سموحه. يعني فادتني بايه المهاره هنا؟ مش عارف. هنا عرضيه من علي معلول. مفيش طبعا مهاجم هجام يترجم الكلام ده لرأسيات خطيره يا عم كولر. يعني دي بيتاخد فيها خطوه لورا، بيتعمل جامب. هنا محمد شريف بيعدي بامتياز بامتياز، اكل الراجل كده وعدى كده ايه بشكل حلو، وحط الراجل في ظهره. كمل بقى كمل بقى عشان تبقى نقول عليك هجام. لكن مفيش هجام، يعني ما فيهاش حاجه يعني. الراجل دخل فيه ما فيهاش حاجه. بص هنا لسموحه وازاي الاهلي ضاغط عليه بتمريره واحده بتمريره واحده، بيخلي واحد فيه انطلاقه واحد لواحد. والسرعات بقى بتفرق. يعني عبد المنعم ومتولي برضو السرعات بتفرق. الراجل اهو بيعدي وبيروح اهو، بتتقطع بعد كده فعلا، لكن خطيره. ده لو في حد جاي من الناحيه التانية ولعبها بالعرض على كوس ال 18 كده جون انفراد. بصوا الفدان الفاضي ده لو لعبها بالعرض. الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا بصراحه في الماتش هنا. هنا بقى ابتدينا نشوف دورانات. اللعيبه اهو حط الهدف ظهره وانطلاقات. بصوا بصوا اتقطعت بعد كده، نعم، لكن حط الراجل في ظهره وعمل دوران تحفه. نفس الكوره نفس اللعبه اتلف برضو بيه. يعني تلاتة اهو، تلاتة اهو، تلاتة بقوا تلاتة عليه. تخيلوا يا مؤمن، تلاتة من النادي الاهلي مش قادرين ياخدوا كورة من لاعب سموحة، وبيعمل انطلاقة كويسة جدا، ودفاع الاهلي بيغطيها. وبرضو ده لو عمل لعبة كده يعني واحدة كده بالعرض، سورف جميل كده، انفراد انفراد. لكن اتأخر فيها شوية وقعد ولعب الاهلي قطعها. هنا في فينت بيتعمل رائع. بصوا بعت اللعيب، بعت لعيب النادي الاهلي وعمل عرضية ممتازة. بتنزل بيطلعوها فين بقى دفاع الاهلي؟ على كوس ال 18 بتاعنا، عشان تتسدد. تصديره خطيره جدا 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 جدا، تسديده خطيره جدا جدا جدا. ولكن الشناوي موجود. الشناوي في الماتش ده امتياز. هنا بقى محمد هاني لقى الكوره في رجله، اعمل يعني هي لقطه ولعبه. لقطه ايه؟ حرف عينه بص والعب. هنا حسين الشحات بيشوط كوره ضعيفه جدا طبعا، لكن فين الهجام اللي يتزحلق على الكوره دي وهي داخله؟ مين هجام ويقاتل عليها كده؟ هنا بقى عايز تعرف معنى اليأس في ماتش الأهلي؟ هو ده اليأس فعلا. يعني ايه اليأس؟ قبل ما يصفر بيشوط أي حاجة، أي حاجة. طب العب بيمين، العب شمال، العب كده كرة طولية صغيرة كده أول ال 18 كده. ماتش بيخلص طبعا، وأداء سيء جدا 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 من الأهلي، وتحديدا اللاعبين. كولر لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. الماتش بيخلص 0-0، والأهلي طبعا بيتعطل في سباق الدوري نقطتين. يعني مش عارف اقول ايه. ده طبعا كان بوست نازل على الفيسبوك. لو كابتن الخطيب اقول له ايه؟ لا اقول له كتير، اقول له كتير جدا طبعا. طبعا الجماهير كانت بتآزر لحد اخر وقت. طبعا كانت في اعتراض على التحكيم، كان في اعتراض باسلوب غير لائق، لكن
هارد لك للنادي الاهلي. لو عجبكم الفيديو ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وشكرا.